كل سنة وحضراتكم طيبين، وربنا يجعل سنة 2011 سنة أكثر سعادة وأقل غتاتة على حضراتكم وعلى السامعين. رجعنا لكم من ديكور برنامجنا. الحقيقة كانت في ظروف فنية وهندسية أدت إلى أننا في الحلقتين اللي فاتوا يعني نضطر ان احنا نقدم حلقات مجمعة لما تم تقديمه في 2010، بس يعني رب ضارة نافعة. يمكن ناس كتير قوي بعتوا لنا وكلموني وكلموا الناس اللي شغالين معانا، المعدين والاستاذ المخرج المتميز حلمي عبد المجيد، انه قد ايه حسوا بالمجهود اللي بذل وفكرة كم الافكار اللي قدمناها بحمد الله، والكتب اللي قدمناها والناس اللي احتفينا بيهم. فيعني واحنا على فكرة ما قدمناش غير عدد بسيط من الحلقات اللي يمكن تجاوزت ال 35 حلقة، ونفتخر بده. وإن شاء الله نعدكم في 2011 إن احنا نبقى أكثر تطورا وأكثر احتفاء برموزنا، وبنعتبر إنه برنامجنا ده بيساهم في هدف عايزينه يبقى هدف لكل مصري: إحياء الذاكرة الوطنية لمصر. لأنه الشباب اللي بيطلعوا دلوقتي ممكن يتخيلوا إن مصر هي الأسماء اللي على الساحة، هي الرموز اللي موجودة على الساحة أيا كان موقفنا منها، بما فيها اللي احنا شايفينهم كويسين، بينما مصر أغنى وأعمق من ده بكتير. وبما ان احنا في بداية السنة وشفنا الأيام اللي فاتت والشهر اللي فات كله شهر ديسمبر هوجة الأجندات والنتائج والكذا، أنا كان نفسي إنه يتبنى حد فكرة عظيمة، معرفش بقى أقول هل للأسف ولا نشكر ربنا، تبناها مؤسسة ألمانية، هي مؤسسة فريدريش إيبرت في مصر، وكان وراها فنان سكندري عظيم وفنان مصري عظيم هو ثروت البحر. وده فنان من الفنانين الكبار، وأنا ما بعتبروش بس فنان وإنما كمان مفكر، هو ليه أسلوب في الكتابة رائع. تبنوا بقى إيه حاجة نتيجة أو مزيج بقى ما بين النتيجة والأجندة اسمها رواد ونجوم من مصر. الحقيقة أنا آخر حاجة وصلتني منها 2008، معرفش بقى، أتمنى أنها تكون طلعت بعد كده، لكن أنا مثلا اللي جالي منها هتلاقي بقى حضرتك إيه: رواد من مصر 2005 و2006 و2007 و2008. حضرتك هتشوف بقى إيه في كل سنة بيقدموا في كل يوم من أيام في كل 4 أيام تقريبا أو أسبوع بيقدموا شخصية مصرية، ومع ايه الشخصية المصرية بيكتبوا تعريف عنه وبيقدموا صورة ليه، ثم بشكل عادي وطبيعي جدا الأجندة أو النتيجة العادية اللي أنت ممكن تكتب عليها ملاحظات. فكرة من أروع ما يمكن. والأسماء اللي متقدمة أسماء بعضها إحنا نسيناها، زي إبراهيم المصري، زي يعني مثلا إيه، أدي شوف الفنان العظيم أحمد حجازي، فنان الكاريكاتير، يعني ربنا يديله الصحة والعافية، ويقوموا جايبين كاريكاتير لحجازي ومعلومات عن حجازي، بحيث ان الشاب الصغير يبقى شاف جزء من رسمة حجازي، شاف صورته، عرف اسمه، عرف معلومات عنه، وهو بيقلب في النتيجة عادي. دي مؤسسة ألمانية اللي عملت ده. وبدل ما تيجي أحمد حلمي اللي هو جد صلاح جاهين العظيم اللي احنا بنعدي على الميدان بتاعه مش فاكرين، أسماء فهمي، أحمد صدقي، أسماء كتير، سلام حجازي، عبد الرحمن الأبنودي شاعرنا العظيم، أسماء كثيرة جدا، فتحي غانم، ما بين اللي رحلوا وما بين اللي موجودين. ودي الفكرة، تميز الفكرة، الأستاذ طارق البشري، الأستاذ فؤاد قعود. يعني أنا بقلب الأسماء. الحقيقة احنا بنتكلم عن تجربة اتعملت على مدى سنين، على مدى سنين. للأسف أجهزة الدولة اللي بتصرف كم مهول، وأرجو أنه الجهاز المركزي للمحاسبات يقول لنا على الأرقام اللي بتتصرف على الأجندات والنتائج اللي بتعملها المؤسسات الحكومية، ولا حد فيهم فكر أنه يتبنى هذه الفكرة، أو حتى أنه لما تيجي مؤسسة ألمانية تعملها لنا فنقول والله كويس كتر ألف خيركم، بس من السنة الجاية كل أجهزة الدولة في مصر بدل ما بتصرف الفلوس دي اللي بيحطوا فيها صورة رئيس مجلس إدارة الشركة ونائب والسيد وكيل المدرسة والسيد مدير المدرسة وشوية كلام فارغ ونصائح اغسل يديك قبل الأكل وبعده، كان المفروض يتبنوا هذه الفكرة العظيمة اللي تعرف الشباب برموز بلدهم. لأنه إحنا بنتعرض لتجريف. تخيلوا أن أنا جالي إيميل من يومين، شاب بيقول لي أنا مش فاهم إحنا ليه عاملين قلق في موضوع الجاسوس الإسرائيلي، هو مش إنجلترا وفرنسا كانت في يوم من الأيام محتلانا ودلوقتي بقى في بيننا سلام ما بيننا وبينهم؟ شاب عنده 32 سنة
مش مثلا 16 سنة. بقيت يعني عايز بلطم وانا بقرا ومش عارف ارد عليه اقول له ايه. يعني تخيل لما واحد بيكلمك في حقائق على ما بدأت انظم افكاري وانصحه بكتب يقراها. وده ان شاء الله دور هنعمله السنة دي في البرنامج، ان احنا هنتكلم عن كتب محددة سهلة ممكن تقراها وتدل ولادك عليها، بحيث ان هم ما يطلعوش عارفين الحقائق البسيطة والبديهية. ومن اهم الحقائق اللي لازم تعرف انه البلد دي كان فيها ناس عظام، مش الفسدة والمستبدين والجهلة والظلمة، لا كان فيها ناس ولا زال، وكل يوم بيطلع. بس مش هنقدر نستفاد من اللي بيطلع إلا لما نعرف اللي حصل، لما نشوف الرموز اللي عندنا. أنا بدعو أجهزة الدولة ووزارة الثقافة ووزارة الإعلام إنها تتبنى التجربة دي وتتكلم الفنان الكبير ثروة البحر وتاخد حق هذه الفكرة. والسنة الجاية تبقى كل أجندات ونتائج مصر عبارة عن إحياء لرموز مصر في الرياضة وفي الفن وفي السياسة وفي الأدب وفي الثقافة. ده الخلاص الوحيد إذا كنا بنتكلم حوالين فكرة الوطنية، فالخلاص الوحيد في إحياء الذاكرة الوطنية. أهلا بكم في عصير الكتب.